وقرعة كأس العالم، قرعة كأس العالم، أعتقد مفيش أسهل من كده مجموعة في كأس العالم كله. أنت بصراحة لاقي جدا. أتمنى إن إحنا ربنا يسهل إن شاء الله ونصعد للدور اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سلمية، بنحل الكرة والسينما مع بعض يا جماعة. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا ليس أمرا. إذا ما كده بالاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في قناه اليوتيوب، واصحابنا كده اللي هم في التيك توك يشتركوا في قناه اليوتيوب. والله لو حبيت الخير لغيرك ان شاء الله الخير هيجيلك هيجيلك. منتخب مصر يعني وقع في تصفيات كاس العالم في المجموعه بتاعته، يعني سهله جدا. يعني كابتن حسام حسن لو كان حاطط لنفسه، هو اللي حط بايده هذه المجموعه، ما كانش هيبقى كده. معاك يعني بلجيكا ماشي، ومعاك ايران، ومعاك نيوزيلندا من اوروبا ومن اسيا، والمفروض ان هي بقى ايه من القاره الاخيره اللي هي تبع نيوزيلندا. يعني لو احنا اتكلمنا يعني على بلجيكا، بلجيكا ما بقتش رقم واحد قوي، بقى لها فتره، بقى لها حوالي سنتين ثلاثه. حتى احنا غلبناها في ماتش ودي، غلبناها 2-0 على ما اظن من 3 سنين او سنتين. وكمان كيفن دي بروين كيبر اللي كان بيلعب في السيتيزن، عنده 35 سنه. لوكاكو النجم بتاعهم ما بقاش يلعب في المنتخب بقاله فتره. عندك هازارد اعتزل بطل الكوره هازارد. هو بس يعني الستار اللي هو ايه، كورتوا حارس ريال مدريد حارس المرمى. لكن غير كده يعني بلجيكا يعني ميديم خالص. يعني حتى المغرب في قطر كاس العالم 2022 غلبتها. فربنا يسهل. احنا بنوصف بس الفرق اللي بعدها برضو اللي هي يعني ايران دي المفروض من اسيا. هي حتى بقى لها تقريبا يعني من سنه 80 ولا 75 على ما اظن ما خدتش كاس اسيا، يعني بطل ابطال الامم الاسيويه. فايران برضو في الكنافه المفروض. ومعاك نيوزيلندا بقى اللي احنا برضو يعني قابلناها قبل كده في العاصمه الاداريه، كاس العاصمه الاداريه ما غلبناها 1-0 نيوزيلندا. وطبعا الاهلي قابل فرقه من فريق نيوزيلندا وغلبها في كاس العالم. وبيراميدز غلب 3-0 برضو فريق نيوزيلندي ساعه كاس اللي هو نصف العالم. يعني نيوزيلندا برضو في الكنافه في الكوره. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نصعد من الدور الاول الدور 16 وهكذا، والعجله تمشي بقى ونطلع ونقب على وش الدنيا بقى. يعني مصر يعني معرفش دايما الدنيا متعثره، فالحمد لله. يعني السنه دي تصفيات سهله جدا اللي احنا وقعنا فيها بتاعت افريقيا. وكمان التصفيات المجموعه نفسها بتاع كاس العالم يعني جميله جدا وبسيطه. اتمنى الحظ يلعب معانا دوره وان احنا نبقى رجاله. يعني انت يا جماعه الفرق العربيه معاها يعني فرق اوروبيه عتاوله. المغرب معاها البرازيل، البرازيل مش البراجيل في المجموعه بتاعتها. والجزائر معاها الارجنتين، ومعاها النمسا الجزائر، ومعاها الاردن. بص الجزائر برضو، والسنغال معاها النرويج، ومعاها اسبانيا السنغال. فصباح الضياع. فاحنا يعني نحمد ربنا قوي ونتمنى ان احنا نبقى